يا مرحبا بكم في كوجينة يسرى. وصفتنا لليوم هي سفلي المقلة من الحاجات السهلة واللي ساعات ديباناج هكايا كي نبداو نحبوا نعملوا حاجة خفيفة وتتاكل وتكون بنينة. هاي يجيو تفرجوا. بالنسبة للمكونات، أول حاجة باش ناخو زوز كيسان متاع حليب يكون دافي. بيان سور الكبر هذاك متاع الحليب اللي متاع الكيسان، سامحوني، اللي تعرفوني معناتها ديما نستعملهم. مع هذوما باش ناخو ساشي متاع خميرة خبز وباش نحطو معاها ومن بعد باش نزيد نص مغرفة متاع سكر والا مغرفة صغيرة متاع سكر، ونخلط الكل باش نخلي هذاك الكل يتفاعل مع بعضه شوية. من بعد نبقى نزيد في الفرينة بشوية بشوية، ومن بعدها عندي لهنا بيضة بدرجة حرارة الغرفة تكون مركوزة باش نزيدها للخليط. بعدها الكميه نتاع الفرينه نقول لكم في الاخر قداش معناتها خذات لي، والكميه راهي الفرينه راهي مربوطه بالكبر نتاع العظمه اللي عملتها، واسكو الفرينه نتاعك تشرب برشا ولا مي تنقول لك قداش شنو الكونسيستانس اللي لازم تكون عليه. لهنا خذيت ساشي نتاع خميره جاتو نتاع مرطبات باش نزيدها، هذيك تخلي معناتها اي حاجه نتاع معجنات نتاعك نوع نتاع محسن، وتعطي كل جور نتاع ان بو كروستيون معناتها للبات، تحفونه برشا. لهنا باش نزيد الملح، مغرفه صغيره نتاع ملح ولا نص مغرفه كبيره، وباش نبدا نعجن هذاك الكل، ونقعد كل مره بشويه بشويه نزيد الفرينه. لهنا انا باش نزيد 50 غرام نتاع زبده ذايبه، ما نحبش نحط الزبده لهنا تمبيراتور امبيونت، تخيرت اني نذوبها، ومن بعد نبدا نزيد الفرينه نتاعي على روحي. حطيت ما بين 400 و 450 جرام فرينة معناتها ماكس باش تحطها. لازمك البات تقعد طرية ما تيبسهاش، راهو البات إذا يبستها وتحصلت على بول شفتها لازمها تكون تتجبد، ولازمها تكون تتلصق في اليدين، ولازمها تكون طرية، خاطر كي من بعد راك باش تقعد تزيد في الفرينة حتى لين تتلملك البات، وقتها بعد ما تجيب تلقى روحك تحصلت على نوع متاع خبز محشي، ماكش تحصلت على نوع متاع سوفلي طري. معناتها لازمك تحطها، هذه قاعدة اللي راهو اللي سوفلي لازم البات نتاعهم تكون طريه وتكون تتلصق. من بعد تنجم وقت اللي تجي تحلهم ترش شويه فرينه على الرخامه، هذاك يساعدك باش يجيب لك معناتها سوفلي بالحق طري، وقت اللي تاكلوا تحس نوع نتاع معجنات معناتها موالوز، مش تحس في روحك معناتها تاكل في خبز محشي. اذا مثلا حبيت انت تعمل خبزه محشيه تنجم البات هذه تزيدها حتى لين تتحسر على بول، ووقتها تعملها نوع نتاع بات معناتها الخبزه محشيه. مي هنا حشنا بالسوفلي بليته بشويه زيت على خاطر البات معناتها تتلصق برشا في اليدين وما تتشدش، ومن بعدها باش نخليها تخمر على روحها مدة. من بعد ما خمرت العجينة وخرجت منها الهواء، باش ناخذ توا نعمل ديبول، ما تعملهمش معناتها صغار برشا وما تعملهمش كبار، معناتها ديبول متوسطين، وحطهم معناتها على جنب، ومن بعد ابدا اجبد بالكعبه بالكعبه وحلها، وما تجودش معناتها ياسر، على خاطر كي تجودها ياسر من بعد كي تجيبلك يباسلك السوفلي هذايا. هاكا اعملها متوسطه شويه، وسبدا سخن المقله على روحك، وابدا طيب معناتها حط الحشو اللي تحب عليه. بالنسبه للحشو تنجم تعمل مثلا شكشوكه بصل وطماطم وفلفل معناتها عاديه، تنجم تعمل شكشوكه بالمرقاز تحطهم في وسطه، تنجم تعمل مثلا جبن وتعمل سلامي وتعمل معناتها شويه هريسه في وسطه، تنجم تعمل اللي تحب عليه، تنجم حتى تعمل حشو نتاع بيتزا معناتها صلصه نتاع بيتزا وتعمل معاها تون وتعمل معاها جبن حسيلو الي بغشوا. انا المره هذيا عندي شويه تون شويه جبن مرحي، زدت معاها جبن توابع وشويه اسمه المعدنوس ذبلته في الطاوه ما خليتوش معناتها هكاكا، ورفست الكل مع بعض وقش عليه معناتها باش نعمل حشو نتاع بريك. عملته عادي وسامبل، ورغم ذاك معناتها جاي بنين على الاخر. وتنجم مثلا تدهن بشويه هريسه اللي تحب عليه، شفتوا ديما الحاجات هذيا معناتها تفن.
كيف تحط الحشو متاعك حاول انك توزعه معناتها على السفلي الكل باش يجي الكل معناتها معبي مش بختي معبي وبختي ليه. وحاجه اخرى لازم الحشو يكون بارد، ولازم وقت الحشو ما يكونش جاري، على خاطر حتى ولو تعمل صوص طماط ولا حاجه كي تبدا جاري راهو تخرج لك هكايا من الجناب منا ومنا، معناتها لازمك هذوما تحطهم في عين الاعتبار. تو باش نكمل معناتها الكعبات متاعي، وتبدا بشويه بشويه تحط على روحك الطيب على المقله. كي تبدا تطيب في الكعبات ما تخليش الكعبه معناتها تطيب على الاخر من الشيره الاولى، على خاطر هذيك من بعد تيبسلك، او كطيبها دوب ما تبدا تحمر شوي. هذوما هما الكعبات كيفاش طابوا، شفتوا بسم الله ما شاء الله، صدقوني راهي بنينه بنينه على الاخر. المهم ملاحظه المهمه ان نقول لك ما تيبسش البات وما تكثرش من الفرينه، خاطر راهو من بعد تحصل على نوع نتاع خبز، حطها في عين الاعتبار. قلت لك ما تيبسهاش من الشيره الاولى برشا، خليها ابدا تحمر شويه، وانت اقلب على الشيره الاخرى، وكل مره معناتها اقلب حتى لين تحسها اللي طابت. وزيد وقفها باش تطيب من اللوطه، على خاطر راهو في المقله ما يطيبوش معناتها كيما في وسط الفور. ومن بعد شفتوا كل الحرافه هذيك على الجناب ديما هذيك حاولوا انهم يكونوا جويدين، ما تخشنهمش ما تعملهمش خشين، خاطر راهو ما يطيبوش بالكدا. ومن بعد ابدا اقلب وطيبهم زاد هما بالكدا معناتها وسع. شفتوا لازم يبدا من الاول هكيك شويه، ومن بعد انت ودرجه التطيب اللي تحبوا. فما اللي يحبوه احمر بالكدا معناتها طيب نضج على الاخر، وفما اللي يحبوه معناتها متوسط كيفي انا، وكل واحد وكيفاش يحب يطيب الكعبات نتاعو. حاسيلو هذا هو السوفلي نتاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، ونتاكد بقدره السميع العليم كي تجربوه معناتها باش يعجبكم. وكانكم اول مره تدخلوا القناه ما تنساوش تفعيل الجرس والاشتراك، وعلاش لا ما تبارطاجيوش القناه ما بين احبابكم واصحابكم، وتقولوا لي ثم قناه اسمها كوجينة يسرى حقيقه تكبر بكم ومعاكم ان شاء الله. طوم عليك نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفات قادمه، وبسلامه.